اسكندريه مشهوره جدا بالكبده، وانا كل مره بروح هناك بعدي على كبده الفلاح، بس قررت المره دي ان انا اغير العاده دي واجرب محلات كبده جديده. احنا النهارده في اسكندريه ما بين محطه الرمل والعطارين عشان اجرب محل اصغر مني بسنتين وهو وهبه. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ان شاء الله. المكان ده فاتح من 1998، يعني بقاله اكتر من 25 سنة في المجال. طلع من كام سنة كده مع الفنانة اسعاد يونس على التلفزيون، وهو زي عادة محلات اسكندرية مستخبي كده في الزخانيق بتاعتها، وانت اصلا بتلاقي في الزخانيق دي شوية محلات عنب. وهو مسمي نفسه سلطان الكبدة، بس هو بيعمل حاجات تانية كتير برضو غير الكبدة، لا حاجات كتير فعلا، يعني المنيو اصلا بتاعته كانت عملاقة، بس انا جبت شوية حاجات كده من هناك اللي هو قال لي عليهم ان هم مميزين. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في التجربه على طول. احنا طلبنا من هناك 6 حاجات، واول حاجه بدات بيها هي المخ البانيه. بسم الله. هو انا مش اكتر حد بيحب المخ، بس البريدنج كان مغطي على طعمه شويه، وعامه البريدنج كان طعمه حلو، بس قلت اخلي نور يقول لكم رايه فيه بما انه اصلا بيحب المخ. مخ لوحده مختلف فعلا، بس حاسس ان الخلطه كانت مغطيه على طعم المخ بصراحه في الساندوتش ده. دخلت بقى على الساندوتش التاني وهو سجق مكسيكان، تحس ان هو معمول بخلطه الفاهيتا كده، محطوط عليه جبنه موتزاريلا من فوق. ده الصراحه كان جامد قوي. حلو قوي ده، يعني تحبيشه السجق نفسها كده والصوصات اللي محطوط عليه، لا عاجبني ده. نايس فن. وده برضو كان رأي نور. هو الكومبو ده لذيذ. وقبل ما اخش على سندوتش الكبده بقى جربت اللحمه البارده بالموتزاريلا، وعامه هو السندوتش كان حلو بس ما روحلوش مخصوص. هو الروز بيف حلو، بس هو فيه سنه شده كده، بس هو بوجه عام في الثلاث سندوتشات الفينو هو العيش بايت سيك يعني. بعد كده بقى دخلت على السندوتش اللي انا متحمس له وهو الكبده. بسم الله. فار بيض. دي حقيقه، فور فعلا بيقعد، بس بالليمون خطير والله، الكبده بالليمون خطيره. الكبده بتاعته حلوه قوي، هو مسمي نفسه من بره سلطان الكبده، والكبده بتاعته فعلا حلوه قوي. جربت بعد كده بقى سندوتش السجق بس اللي في الطاسه. ده بيتعمل مع الكلاوي والقلوب في نفس الطاسه كده، بعد كده يتقطع برضه فيهم، فبيشرب من البهاريز بتاعتهم. بسم الله. سنه سبايسي فيه، هو حلو بس انا ده فضلته اكتر. لا الساندوتش ده انا فضلته اكتر الصراحه، ده حاسس بطعم الكلاوي والقلوب فيه، لا انا بفضل السجق اكتر يعني لوحده. واخر سندوتش بقى الكلاوي والقلوب، بس انا جبت له عيش يعمل لي السندوتش فيه. ريحته خطيره. وعشان انا ماليش قوي برضه في الكلاوي والقلوب، وعشان السندوتش ما يتظلمش خليت نور هو اللي يقول رايه فيه. لا حلو، ده حلو. بس بالنسبه لي بقى اكتر حاجتين عجبوني في التجربه دي، الكبده بتاعته حلوه قوي والسجق ده خطير، فانا اكتر حاجتين عجبوني السجق المكسيكان والكبد، دول الاثنين دول حلوين قوي. ما تنسوش تقولوا لي بقى انتوا اصلا جربتوا قبل كده وهبه ولا لا، وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. انا معكم اباظه من قناه لايف فوزابل. سلام.